في يوم من الايام بقى واحده ست سالت ست متجوزه وقالت لها ازاي خليتي جوزك يحبك قوي كده وان يكون متمسك بيكي بالرغم يعني انك مش جميله، لان في كتير حلوين غيرك. الزوجه بقى ابتسمت وقالت بمنتهى الرزانه والهدوء ممكن اكون فعلا مش جميله ولا اروع واحده في الدنيا دي كلها، ده بقى اكيد، بس انا بقى بسامح جوزي لو ضايقني غصب عنه، ولو جالي في يوم بقى وهو مهموم بخفف عنه، ولما يجيب لي حاجة أنا عايزاها بفضل أمدحه وبتكلم كتير جدا عن كرمه وإنه خير جدا في بيته، ولو حصل بقى منه العكس برضه باسم ربنا سبحانه وتعالى وفضله علينا. وقالت كلمة جميلة جدا بقى وأنا بعتبرها حكمة للاستفادة، قالت: في الود لا أقاطع وفي الطاعة لا أمانع، ومهما حصدت شوكا أظل للورد أزرع. انتوا حبايبي شباب وبنات، زوج وزوجة، معاكم حسين إمام. يلا بقى بينا نبدأ. الراجل كده لما يقرر انه يرتبط او لسه بيفكر في الموضوع ده، او حتى واحدة تكون زميلة او غيره، بيشوف وبيركز جدا على الصفات تكون موجودة في الانسانة دي. طبعا كلامي عن الراجل الطبيعي السوي، الوحش ده ملناش دعوة بيه، تمام كده؟ هو بقى بيكون عايز ان الانسانة دي تكون رقيقة في تعاملاتها، لطيفة في تصرفاتها، مهتمة دايما بشكلها ومظهرها قدام الناس، وما بقولش افورة، تمام؟ وتكون ذكية وحكيمة في قراراتها. وعملوا دراسة كده على مجموعة كبيرة جدا من الرجال، وده علشان يعرفوا أسوأ أنواع النساء اللي فيهم صفات بيكرهها الراجل، والنتيجة بقى كانت زي لائحة كبيرة جدا من الصفات السيئة اللي ما بيحبهاش الراجل في الست، ولخصوها كده وقالوا 5 أنواع فيهم اللي هنعرفهم دلوقتي. الراجل لما بيقابل النوعيات دي بيحاول يتجنبهم ويبعد عنهم فورا. نيجي بقى للنوع الأول، اللي مسترجلة كده زي ما يكون نسيت انها انثى وحبت تتقمص دور الراجل، وانا شايف بقى انها بتعمل كده علشان يخافوا منها، اعتقد ده اللي هي بتقصده. النوع التاني بقى العنيدة اللي ما تعرفش تتفاهم معاها وكل حاجة واخداها بالعند فيك وفيهم وفي الدنيا كلها. النوع التالت بقى خطير جدا، اللي سلوكها مش تمام، يعني وحشة، يعني اللي حياتها كلها غلط في غلط، دايما بتغضب ربنا سبحانه وتعالى وما عندهاش مشكلة ولا حياء ولا ليها علاقة بتربية أساسا، ما تعرفش هي الكلام ده، ربنا يعافيكم جميعا. النوع الرابع النكدية بقى، اللي بتزعل وبتتقمص على أتفه الأسباب، وهي ماشية كده مالية الدنيا كلها دموع وما تعرفش ليه. النوع الخامس بقى اللي ما عندهاش أسرار، كلمة سر دي مش في قاموسها أساسا، أسرارها كلها بره، وطبعا اللي شايفة نفسها حبتين وشايفاك إنك قليل منها وإنها المفروض إنها تستحق أحسن من كده. فأنت بقى لو راجل وقابلت النوعيات دي من النساء ابعد عنها فورا، واعرفي أنت كمان إن الراجل بيكره النوعية دي منهم، لأن ببساطة جدا النوعيات دي لا ينفعوا زمالة ولا صداقة ولا خطيبة ولا حتى زوجة. في مقولة بقى عجبتني بتقول: هناك امرأة تهب عليك الريح وأخرى تنتقد عليك كالصاعقة، ولكن المرأة التي يمكن أن تنقذك وتسعدك هي التي تسري قلبك وروحك. مسرى النسيم. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو علشان يوصل لغيركم، وانضموا للقناة والفيسبوك وكل الروابط أسفل الفيديو على اليوتيوب وطبعا على صفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد مختلف إن شاء الله يعجبكم. بشكركم.